السعودية ربما تحارب الميليشيات الحوثية في اليمن، هل سيكون هناك انعكاس إيجابي في هذه النقطة تحديدا، وربما مستقبلا نشهد انتهاء مثل هذه العمليات وربما عودة ديمقراطية أو ما شابه ذلك؟ أنا بس لي تعليق بالنسبة للأخ البياتي. يعني المملكة العربية السعودية لا تتجه لأحد. المملكة لها سيادة، لها سياسة واضحة، تبحث عن مصالحها ولا تبحث على مصالح على حساب الدول الأخرى. أنا أرى يعني أن المملكة كانت مع الإخوان في العراق، دعمت الإخوان في العراق، دعمت التوافق داخل العراق في الفترة الماضية. رأينا بأن هذا الاتفاق أيضا الآن مع إيران، بغض النظر عن أي كان الآن يعني الضامن الآن، يعني سيعود بشكل إيجابي على العراق. العراق لديها مشاكل كثيرة مع الجار، تدخلات في الشأن السياسي، تدخلات سابقا، يعني جمود واحتقان رأينا في العملية السياسية سابقا. وبالتالي فلا يعتبر هذا أن المملكة مثلا أخذت ب يعني واجبها تجاه إخواننا في العراق. إخواننا في العراق احنا نريد أن يرجعون بالشكل الأمثل، أن تأخذ العراق دورها كدولة محورية، أن ترجع إلى حاضنتها، وأن تبتعد عن التجاذبات التي أثرت على هذه الدولة وعلى اقتصادها وعلى سياستها. الشيء الثاني بالنسبة لي المملكة العربية السعودية وعلاقاتها الآن مع إيران. نحن الآن في مرحلة اختبار لهذه عودة العلاقات الآن، يعني 100% بأن هنالك انعكاسات على جميع الملفات الأخرى. ويعني من المهم جدا أن نرى تغيرا كبيرا في الوضع في إيران، الوضع في لبنان، الوضع في سوريا، بما يخدم مصالحنا ومصالح دولنا العربية ككل في المجمل. ويجب أن بس أركز على نقطة، نحن لا نرى أن نبحث فقط عن مصالحنا. نحن يعني المملكة العربية السعودية في كل الاتجاهات ومع جميع الدول العربية، وقدمت الكثير لخدمة والوقوف إلى جانب الدول العربية. والعراق مكون من مكونات يعني دولنا الخليجية أيضا يعني. نعم. نعم دكتور الحمد، نحن نحتاج إلى قرار صائب بنعم أو لا، بعيدا عن التحليلات السياسية والاستراتيجية. يقولون أنت سعودي، يقول أنا سعودي، وأنت إيراني، يقول أنا إيراني، ولكن اليمني ما الذي سيقوله؟ بمعنى آخر، هل ستتم تصفية المشاكل والحسابات بين إيران والسعودية في اليمن بنعم أو لا لو سمحت؟ نعم دكتور هل تسمعوني الآن؟ طيب أنتقل بسؤال لك سيد البياتي. أنت عراقي وقلت أنا فرح جدا بما يحصل، ولكن المصالح هل لربما ستتضارب مع أحدد لك مع العراق من جهة إيران والعراق من جهة أمريكا بعيدا عن السعودية؟ لا أعتقد ذلك. ماكو تضارب مصالح، بس أنا أرى المشكلة الأعمق اللي ممكن أن تأثر على العراق لا سمح الله إذا قامت حرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، على اعتبار تعرفين المشكلة النووية، والإيران وصلت إلى تقصي 83%، ربما تصل إلى 90%، وتصبح قادرة على إنتاج السلاح النووي. أنا أخاف أني أتخوف أي حرب راح تصير بيناتهم العراق سيدفع ثمنها غاليا. نعم إذا نود أن نشكركما على انضمامكما معنا، الخبير الاستراتيجي السيد سرمد البياتي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للمستشار مستشار العلاقات الدولية الدكتور سعد الحامد، شكرا جزيلا لجنبكما الكريم. نفذت قوة أمنية خاصة فور وصولها إلى ديالى سلسلة عمليات نوعية ضمن قضاء المقدادية أسفرت عن اعتقال 6 مطلوبين ضمن القائمة السوداء التي تضم أبرز المطلوبين في المحافظة. وقال مصدر إن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب لا تزال تنفذ عمليات محددة في تعقب المطلوبين بقضايا تتعلق بالتهريب والجريمة المنظمة وفق مذكرات قبض الرسمية. في الأثناء
أن القائمة السوداء في الديالى تضم أسماء أبرز المطلوبين وبمختلف أصنافهم، وتم إناطة تنفيذ الاعتقالات إلى جهاز مكافحة الإرهاب. هذا وقال المصدر إن السوداني أشرف على إعداد قائمة تفصيلية بالمطلوبين لا سيما المتورطين بجرائم إرهابية، وقادت مافيات التهريب والجريمة المنظمة في الديالى إلى جانب شخصيات نافذة متورطة بالفساد المالي والإداري صدرت بحقهم مذكرات قبض منذ سنوات. هذا وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن ضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة في محافظة ديالى. وقال رسول في بيان إنه بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شرعت القوات الخاصة بعمليات واسعة بمختلف مناطق محافظة ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار، إذ نفذت سلسلة من الواجبات والمهام أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلا عن عجلات ودراجات نارية مخالفة. هذا وشدد رسول على أنه لن تكون هناك خطوط حمراء على أي شخص ومسمى مطلوب وعليه أوامر قضائية. في خبر آخر،